تعمل ايه لو انت طول الوقت حاسس انك تعبان؟ ممكن المشكلة ما تكونش في حياتك بنفسها، ممكن المشكلة تكون في اللي انت بتعمله كل يوم. عادة غلط انت بتعملها، اسلوب غلط بتكرره كل يوم، وهكذا. احيانا في عادات بتكسرنا بهدوء تام، وللأسف احنا مبقاش واخدين بالنا نهائي للعادة دي. خلاص اتعودنا عليها وتأقلمنا معاها، فمش واخدين بالنا ان هي دي سبب في تعبنا، او ان احنا نبقوا خمولين طول اليوم، او ان احنا مش عارفين نعمل خطوة لقدام، وهكذا. كل مرة كنت بتضايق فيها كنت بروح وبهرب، مش بهرب اللي هو الهروب الحرفي، لأ، كنت بلاقي نفسي في اي حاجة تشغلني عن الحاجة اللي مضايقاني. ما اروح بقى امسك الموبايل، افتح اي فيديو اتفرج عليه، افتح اي اغنية، اي صوت انا بحبه اقدر اسمعه، الهي نفسي فيه، وهكذا. مهم ان انا اعمل اي حاجة تمنعني ان افكر في الحاجة اللي مضايقاني. كنت دايما فاكرة ان انا كده بريح نفسي، حرفيا كنت فاكرة كده، بس في الحقيقة ان انا كنت بهرب. ايوه بهرب، كنت بهرب من نفسي. والهروب ده كان للأسف بيبقى هروب مؤقت، انا بس بحاول اهرب في الوقت اللي انا متضايقة فيه عشان ما ازعلش، ما بحاولش ان انا اواجه المشكلة تمام واعرف حلها. وللأسف الهروب ده اتحول معايا لتعب دايم وطويل قوي، وده للأسف خلاني ان انا افضل اقارن نفسي بالناس اللي حواليا. طبيعي انا كل مرة بهرب، ما بحاولش ان انا اواجه المشكلة او اواجه الموقف فاحله فاعرف الغلط فابعد عنه، لا، فبالتالي هفضل واقفة مكاني، مفيش حاجة في حياتي تتغير. فكنت طول الوقت بحس ان الكل سابقني، والناس كلها ناجحة ومبسوطة وسعيدة وبتقدموا في حياتهم، عارفين هم عايزين ايه بالظبط وهيعملوه، الا انا. ومن غير ما احس بقيت بقيس قيمتي بالناس اللي حواليا، انا كده فاشلة، لا هم ناجحين، وهكذا. وبالذات لما بفتح السوشيال ميديا واشوف كل واحد بيعرض نجاحاته قد ايه وصل للمرحلة الفلانية من النجاح، وهكذا. والحقيقة بقى ان السوشيال ميديا مش بتعرض لنا غير النتائج الحلوة وبس، مش بتعرض المعاناة اللي عاشوها الناس عشان يبينوا هم وصلوا للمرحلة دي ازاي، لا. بس في الحقيقة بقى ان أسوأ عادة اكتشفتها كانت حاجة تانية خالص، وكانت من أصعب العادات حرفيا اللي أخدت مني وقت طويل خالص إني أتخلص منها. كنت تقريبا بفكر في كل حاجة تستاهل أو متستاهلش، كلام الناس والمستقبل والماضي، ومواقف خلصت بقالها سنين وعدت عليها وقت طويل جدا. وأوقات تانية كنت بتعب من أفكار عمرها ما حصلت أصلا، وده كان بيبقى أسوأ نوع من أنواع التعب اللي أنا بتعرض له، هو إن دماغك ما تدكش فرصة إنك ترتاح. حرفيا انت دماغك بتبقى مش قادرة تفصل، بتفكر في حاجات مهمة وحاجات مش مهمة، حاجات تستدعي ان انت تفكر فيها، وحاجات ما ينفعش اصلا انها تيجي في دماغك، ما تستاهلش اساسا. اللي عايزة اقوله ان مش كل فكرة تيجي في دماغنا المفروض ان احنا نديها حجم اكبر من حجمها. احيانا بيبقى في حاجات المفروض اصلا نتلاشاها، ما نفكرش فيها، فاهمني؟ وفي يوم من الأيام فهمت حاجة كبيرة قوي، فهمت إن المشكلة ما كانتش في حياتي، المشكلة كانت في العادات الصغيرة قوي اللي أنا بعيدها وبكررها كل يوم تقريبا. أحيانا ما بنبقاش محتاجين نهرب ولا نقارن نفسنا بحد ولا نفكر في كل حاجة بتحصل لنا، لأ، يمكن بس إحنا محتاجين ندي لنفسنا شوية هدوء ولو شوية صغيرين عشان نقدر نوصل بجد للي احنا عايزينه، عشان نقدر نوصل للهدف او الحلم اللي احنا عايزين نوصله له. لو حاولنا ندي لنفسنا فرصة
ان احنا بجد نغير شوية عادات غلط بنعملها في حياتنا، حياتنا هتتغير 180 درجة. بس المهم ان احنا نحاول بجد عشان نلاقي نتيجة. قولولنا بقى، ايه اكتر عادة تعبتكم الفترة الأخيرة؟ وايه اكتر عادة حسيتوا انها بتوصفكم بجد؟